كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام. السلام عليكم. حسام تنسيت كرن سأيوب يوم 6 يناير سنة 2013. اليوم لدى الأخبار قلق لكم كسلف فرس أخبار أريتريا اكسجين صحفيين مثل أوليات دول ترتبت التلاليم. شعب أريتريا زي 3 سنوات من حروب بلاشكم خدمات شرحام. لاوير أخبار سامتناكم تفاصيل التلالي يقولكم أريتريا تساجنوا الصحفيين السك إلا دول الشرق أفريقيا تمرحكم الليت مؤسسات مراسلين بلا حدود حبرتم أسك الله عشر الصحفي زياد أسرع سنة إن تقطفوا سجناكم اللو إن أشرت مؤسسات مراسلين بلا حدود اسمع حالات ودي بآياكم اللو لقبت تقبأ كده تحبركم على بوم طولة تتعقبم أفريقيا أسك سنة كلا ألف وعشرة وكلا عامة همسا وسس صحفي سجناكم اللو إن أشرت مراسلين بلا حدود من اللوم إسرا وروت مصر وعسر سيس دي بأريتريا سجناكم اللو لتأمر وفي الشرق أفريقيا لبز حاسجين صحفيين لترى التباكات كمتم أريتريا توبيا ورواندا من ناس سلف لترتب الدول قابعت الأيام مثل حرب عدد توبيا سجين صحفيين عند زي متك معلم المحكمات عندك أربع ولكن سبب شكوتهم وفرضهم سامعكم على لتأمر حشم شعبيات لكن إجل زياد أسرى السنة ساجنهم لهلا الصحفيين اتمكم سلسجنوا واتمحكمات قدومامكم يكون الزنزانات ربركم اللو ودي بعلم لبزها وقت للسجنوا صحفيينكم توم عند الشرح تانحتوم حشم شعبيات لأنبل زنب ساجنوم لهلا أسروتات الصحفيين إقلا دي بحر الصحافة لهلا ألو منال الأكد تتقبيم أمنست انترناشنال منظمة حقوق الإنسان صحفيين بلا حدود لجنة دحن صحفيين وبعدات مؤسسات ومحابر علم كل سنة لنشور تغرير حر الصحافات لالت عداوة دول إند بلايا إقل حشم شعب يستلف رتباهم وطن عمر اللينا اندبيلو حيلة ومستقبل إريتريين أم بالمقابل لتنفعله لو جريمتكم تو إيماتات حبروم اللي قل زياد 3 سنوات ترى الشعب إريتريا كروي لهلا الزلم مسمسة برنامجات عمار إقل الشعب اتعبودية إقل تأمبرون بحشم شعبية تحبك لهلا خينات حشم شعبية عمار هلينا اندبيلان حيلة مستقبل الشعب اتمقابل اللي تركب منه أشكال لبديوكم هلا لتهدقم اللي مستقبل شباب لأسأل متى وبعمر لتقدموا أبش وأمات لي محكا فاشل برنامج عمار شعب تاي هلا ميكون للأتبل وتعبودين لنا بركمتون دا الشروع عماتات للشقة وللو برنامجات آلاف تقبو الشعب كبدت منبرة لحالفكم اللام واللي للشكل هلا برنامجات يقل أهداف سياسة حشم شعبيات من يقبل مصلحة الشعب ووطن لخدمكم يكون لتأمر زياد 3 سنوات أم بالمقابل كعيت اللي تحيلة إريتريين مثل لا شعب لحالف فلهلا كبدت منبرة دول تتريم حشم شعبيات يقل شعب إريتريا عبودية فاردتكم هلا لا رأيتو اطلبلو عماتات أكدون حيث متابعين كرين سيوب يقول يوم دولي على أخبار دي بالله تامم هلام مسكرين سيوب ترى لكم حيسام تنسيتنا يوم كل وقت موضوع ندبطنا ما أطعمكم الليلة سلف ذا سيوب كان أي موضوعنا هي تساؤلات للبل موضوعته التساؤلات هي ناشط سياسي عثمان حجاي لحبينات بليس اقنا عربو لكم تو
رب العارف يا خوب بيت تتكلم لك ترى رب العارف يا خوب بيت تتكلم لك ترى جيت على الجنة وياك ررا جيت على الجنة وياك ررا أقول الحديث يا مرا أقول الحديث يا مرا ترى بكو عجيني ترى بكو عجيني رب العارف يا خوب بيت تتكلم لك ترى جيت على الجنة وياك ررا جيت على الجنة وياك ررا أقول بالحديث يا مرا أقول بالحديث يا مرا بكو عجيني ترى بكو عجيني بالوتاليا أكل مدر طبحة فجر سنة بالوتاليا بديك ورب العوديا بديك ورب العوديا أتراي مسيح ليا أتراي مسيح ليا ترى بكو عجيني ترى بكو عجيني فجر سنة بالوتاليا أكل مدر صبحة فجر سنة بالوتاليا بديك ورب العوديا بديك ورب العوديا أتراي مسيح رايا أتراي مسيح رايا ترى بكو عجيني ترى بكو عجيني
اعتراف مجلس كران وان بالبلوت من ديرت كافيتو دي بالدينا حرم دقا أكاقل تنبر ندال وعول طلب بزحاد دول من مقدم استعمار نتبع الحياة شعبا حرم دنتوق اللمبر من لدهرانا عمر وزمن أول أسقاليت أروحات طلبة منن أريتريا حتى منك إنما مثل بخيت لسادفيا دول تام أريتريا أول قال الطلبام 4000 أبرياء فنيت عشرات سنوات من عمر إنسان بلاش حلفام ولا الطلبة أول قال الدفعام أول قال الدفعات بنو لكن كافي يكون الدنقوبة مقابل لا الدفع أول قالي مفقريت أو نتيجة ركبت للي بلتوم الأول قالي دفعوا إريتريا وشعبام ما أنتجوا للي بالسؤال النسأل هي طبيعي توم بزحام اللوم فنتيت اتلجي لنبرا إريتريين فقريت ندال ولا الدفع أو القالي ما على للي بالسؤال تندبال صوم إريتريا لتتبهل اتمنظمت مجلس كران ناينو سبن زيرت لبا وأكانت لطابت الدولة خلقت للي بالبليس ليت الهيبوم فقريت إلو كل ندال ولا الدفع والقالة إريتريات منظمات مجلس كران بنزيرت سقلت دولت بهل هي بأمان مقبول اندقبا نفست كبتو ورط نفر بيت دول بني لبيت إقلس كان التام سلالو مصحي قلت تقبلوتو لبنياتي يكون بيت اللي تلو إقلت بهل وقل أطفاو شبا يكون لبنيام دولة ما أكل هد كما بيت لألا ذكرنا إقل أساسايا وبنايا مواطن سكن سلالو مصحيتام بل اللي ما ناي كلهم لإن تلو لمن سو أقمام دمانة ورستام دولة أبارو حتكا تليكا إن ترحكا حقويت نبرتا حبت فايدة علبام اتمنظمت مجلس كرام فنج بنديرة علم لا تنبل بالبنديرة بيليتا بهيل ما منفعت بو اللي هي أكلت كما حتى بيت مالكا والهبت كان ديك إيكاتا ليت نبرتا بهلتو اتعلمنا دي منظمات مجلس كرام بنديرة لألبن وبمنظمة قبوليات لإيرك بيا لكن شعبا ريح حشمة تبول نبر التن كلا دولة الأيام هتن هي تايوان وصومالي لانديتن إلا إن كلا دولة تاريخا نبقى يكسس بسبب اعتراف منظمات مجلس كران إن دي الحسبام حر شعب اتوطنون نبر التن هلا إقلام اتلجون دقبو مسو فجر سيادة لابا إريتريا لتتبهل دولة اللي تقلنا عند بيلو للحل ولا سناقو أريتريين إلا إن كل الدولة مثل كافياتن شعب بتمامه تحنتنوسو لي حريو حكم وحكم بحكمه حكم جائر تحنت قبرنات قلنبر يقول لك قبرنات إلا لإيت كبتا لاجين دقبام من قبال يقول أتقامتا للتكسف شعب وطن اللي تقليه لبل حقو قبام بسبت وطن ووطنيات كافي درسهم حاضرات قلت هياب اللي تلوم من مؤسسة لاجين منظمات مجلس كران لما أرقام رسمكم سال الحب الروم إلا يوم إريتريا تتبهل اللي الدولات من زياد لاجين للأفاريا دول تام شعبات لجو معسكرات لاجين اكيد منبرة الحالف هلام حال الشعباب اكيد منبرة لجو أسك الدينة تقرر منو حقو قبام أسوتو سيادة لبا دولة لأتبلا الهلا
الداخل إريتريا أمام أمبل بحيلة يمكل اللي بالديكتاتوريتي يكون بحاد الشعب لا تحريت حكومته الليل زياد كله إريتريا فوضى اندقبت سيادة قانون اندت كيادت أفراد كمرادهم إقل أي حزو لسجنوا التام وزياد كله قالت أروحات ولاد من آدم أمبل زنف النتل الليل قابت الليل كتايه الليل حشمة ولاد من آدم وكمل بولا له سيادة وطن إريتريا إبا مستعمرتهم لأمبل السوس العالم حاكما دي يترف للدمر التام وولاد من آدم أمبل عدل وفريد لحقه التهلون إريتريا حرية وعدل لحزام ومنبرتك يتكلبي لا مجرمتهم كل الاثنين إلا عذاب إن يكهلا نفسه قل أفقر للهرب أدام لتفردتو كطلقت لدرورو نفسهم قل أفقرو للهربو يكون قل تهرب حسبكم من دتبهلو أروحتهم تبقوت لتتكري أبرياء لفنؤتا دولة ماتام عدل نقسمية هلا لقيت بالإتا دولة دي بحقو هالليكام بسبت هالليوت عدل إقل تحساب إيل تقدرنيم حريتك الأكو إقل إيتي بل حقو إيتي السامة هقل كام بسبت حريت إقل تفكر أو تحساب إيل تقدرنيم إقل تهراب حساب كان دتبهلا لذلك آدم حقو هلام كون ود من آدم إقل تفكر يكون كل حقوق كان نزح هلا بهلتهم سبت الله اعتراف بمنظمات مجلس قران بنو كافي يكون كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطل كرت اللف من أنبل منطوق بلا تبطل لو قيب التايت يهون التاقمون باتر وقوش ليكيش تتعلم وعبيل تقوى العمر وقوش ليكيش تتعلم وعبيل تقوى العمر قل افرح بطاينا وأباي قل تحزن للينا مدردي بدي حفظ عالسينا للينا مدردي بدي حفظ عالسينا للينا مدردي بدي حفظ عالسينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا نتعطى عدنا تلاكينا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا
كرت اللفلو شباب عنا كرت اللفلو جلال حانا نتعب بعدنا تساكنا نتعمر جرادينا نتعب بعدنا تساكنا نتعمر جرادينا كرت اللفن بالله لجا قالب من هلا كرت اللفن بالله لجا قالب من هلا جلاب قطع شعبنا إريتريا ومدرا نتعب من قبلات يا سامع البدرة نتعب من قبلات يا سامع البدرة حاوية انت الثانينا عدنا مثل عمرا كرت لفيناها أباي من عزق النفر كرت لفيناها أباي من عزق النفر وكرت لفيناها عدنا قدنا حرر ويوم إيبا الكرت اللف شعبنا سنق المنبر ويوم إيبا الكرت اللف شعبنا سنق المنبر وحانا بادق المنزاع ولا جعدت بالأغفل أباي لو سكينا قوما توري سمع أباي لو سكينا قوما توري سمع كم محيا يتهدن شلح حلا وغمع وحدة سيدة حد نكمل ياهو أباي نفرح وحدة سيدة حد نكمل ياهو أباي نفرح رقمنا دحن قبيلنا ياهو قوماتنا نرتاح جبل وعز جبل وآه جبل مثل كعقل آه جبل وعز جبل وآه جبل مثل كعقل آه جبل وعز جبل وآه جبل مثل كعقل آه جبل وعز جبل وآه جبل مثل كعقل وقامت وزنه وزنه طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. شعبنا الإريتري في الداخل وكل مستمعي راديو سايوب من الإريتريين في الخارج، شكرا مجددا لإتاحة الفرصة لي للالتقاء واللقاء من أجل التسامر حول هموم الوطن. حقيقة ونحن يعني في بداية عام 2023 نتمنى من الله العزيز الكريم أنه يكون هذا العام عام خير وعام نصر وعام فرح، بأن نتخلص من هذا النظام الجائر، النظام الدكتاتوري الذي جرأ شعبنا الويلات وشردنا من أوطاننا طيلة هذه السنوات، وربنا إن شاء الله يردنا سالمين غانمين، وربنا يفرج على أهلنا في الداخل، خاصة أولئك المخيبون، يعني المخيبون منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا، ونترحم على شهدائنا الأبرار الذين ماتوا من أجل إطلاق الحريات في إريتريا، من أجل تفعيل الدستور، من أجل صناعة
قد مشرق لشعبنا في الداخل وباسمهم وباسم كل المناضلين الأحرار. يعني نتوجه إليكم بهذه الأمنيات. وحقيقة الأسئلة كثيرة والإجابات في أغلبها مبهم، لكن السؤال الآن، نحن الآن بعد انتهاء هذه الأزمة الأثيوبية التي دخل فيها النظام وهو يمني نفسه بالقضاء على تيغراي. لم تنتهي تيغراي، بل كل الذي حصل أنها انتصرت وعادت إلى الواجهة وعادت إلى السلطة، والشعب الأثيوبي استطاع أن يتجاوز الأزمة الموجودة. على رأسهم أبي أحمد نفسه هو اللي أصر على أنه يحصل نوع من التسوية من أجل الحفاظ على أثيوبيا وعلى وحدة أراضيها وعلى وحدة شعبها، بغض النظر عن الضغوطات الدولية اللي كانت مورست عليه. ولكن هو تماما يدرك أنه هو الخيار الصحيح والخيار الأخير، اللي هو الخيار الأسلم، وهو العودة إلى طاولة المفاوضات كما حصل في بريتوريا، وإنه قام بصناعة سلام جديد. وهو طبعا ما غريب عليه، وقبل كده الكل يعرف أنه هو خاض تجربة السلام مع النظام الأريتري، وإن كنا نرى في تلك الفترة بأنه هو نظام ناقص ونظام خالي، لأن عملية السلام كانت على الأقل في الجانب الإريتري تحتاج إلى استحقاقات داخلية من ضمنها تفعيل الدستور وفتح البلاد للمواطنين، خاصة أصحاب الرأي والضمير، بالعودة إلى أوطانهم والمشاركة في السلطة والمشاركة المشاركة السياسية من خلال المنظمات السياسية اللي هي الأحزاب، والمشاركة من خلال البرلمان. ودي الدعوة طبعا اللي قاعدين يدعو بها الإخوة المعارضين والمقاومين من الخارج، طالبين بأنه النظام يخفف القبضة الحديدية اللي هو قاعد يستخدمها ويبطش بها الشعب الأريتري. نحن الآن انتهت الحرب. سؤال بسيط احنا مفترض نسأله: أين أبنائنا؟ أبنائنا ديل ليش حاربوا؟ عشان إيش؟ ليش طلعوا من إريتريا ودخلوا أثيوبيا أصلا؟ هل في برلمان وافق على إنه الجيش هذا في مهددات على الشعب الإريتري كانت موجودة من تيغراي؟ هل كان فعلا الجنود بتاع تيغراي موجودين في الحدود وعايزين يدخلوا إريتريا بالقوة؟ هل كانت هذه هي المهددات؟ كل اللي كان حاصل إنه تيغراي رافضة تسلم المنطقة بتاعت بادين بي بحكم إنها كانت جزء من خلافات، أيضا خلافات شخصية بين أسياس ومل الزناوي، والكل يعرف هذه الحقيقة. والإقرار الأخير اللي جاء في اتفاقية السلام اللي وقع عليها آبي أحمد مع سياس أفورقي كانت ماشية بوتيرة إنه في صراع داخلي داخل السلطة، بين السلطة الأثيوبية الحديثة والسلطة الأثيوبية القديمة اللي هي متمثلة في تيغراي، والصعود بتاع الأمهرة من خلال تحالفاتهم مع سياسة أفورقيا. احنا تاريخيا نعرف إنه نحن أعدائنا الحقيقيين هم الأمهرة، وحتى هذه الرؤية الآن اختلفت تماما منذ قيام الدولة الأثيوبية الحديثة بقيادة ملي الزناوي. هناك رؤية جديدة، هناك خارطة بتاعت مجتمع دولي تشكلت خلال 30 سنة اللي ماضية. يعني حتى إذا كان هنالك آراء شاذة حول استغلال إريتريا، ما كانت تشكل خطر على إريتريا وعلى استقلالها وعلى سيادتها. إذن لماذا دخل أبنائنا هذه الحرب؟ هذه الحرب حقيقة دخلها سياس لتأمين السلطة القادمة لابنه أبراهام أفورقي. هذه الحقيقة المطلقة، لأن المهدد الوحيد لحكمه في ظل عجزنا نحن هي كانت ممكن تكون
تجراي ومحاولاتها المتكررة في اغتيال الرجل وقتله، وهي كانت حريصة بأنه هذا النظام ما يستمر، وهو يرى هذا. إذن هل من المنطقي أنه يموت الشعب الإريتري من أجل أن يأتي أبراهام ثورغ على السلطة؟ هذا منطق غير موجود. بالتالي الناس اللي كانت أصلا في الفترة السابقة تطبل لهذا النظام ما كان عندها أي منطلقات حقيقية أو موضوعية حول المهددات الأمنية للشعب الإريتري أو لسيادة إريتريا أو حتى للجيش الإريتري. احنا اللي رفضناه تحديدا استخدام هذا الجيش في عمل بتاع مرتزقة. لا يحق لجيش ثوري مثل الجيش الإريتري الذي قاتل المستعمر وقاتل هيلي سلاسي وقاتل من أجل استغلال إريتريا وحقق هذا الاستغلال أن يرجع ويعود ويعمل في عمل بتاع ميليشيات وعمل بتاع مرتزقة، وهذا يسيء إلى تاريخ إريتريا وإلى شعب إريتريا. هذا هو اللي رفضناه. بالتالي إحنا أي شخص شارك في هذه الحرب بإرادته الشخصية أو مجبر عليها نطلق عليه مرتزق. لأنه كان من المفترض بدل أن يوجه هذه البندقية إلى صدر الشعب في صراعات داخلية في دولة جارة ويسبب للشعب الإريتري في إشكاليات في المستقبل الإريتري، كان الأفضل أن يوجه هذه البنادق وهذا الرصاص في وجه هذا النظام المستبد. لأنه المشكلة الأساسية اللي موجودة في إريتريا هذا النظام، مش لإريتريا فقط حتى لدول الجوار. يعني المشكلات اللي موجودة في جيبوتي، المشكلات اللي موجودة الداخلية بتاعت أثيوبيا، الأزمة الداخلية نفسها بتاعت أثيوبيا، النظام الإريتري هو في شكل السياسة فورغي هو المتسبب الرئيسي فيها. الأزمة اللي موجودة في شرق السودان السياسة فورغي هو المتسبب فيها، بيخدم أجندة خارجية. هذا الرجل ما عنده رؤية. 30 سنة الرجل ما قادر يركب حنفية ما قادر يركبها. بالتالي نحن أعتقد أنا يعني الصورة الآن واضحة جدا جدا للشعب في الداخل. نحن رجعنا بخسارة كبيرة، ويقال إنه حجم الخسائر في الأرواح بلغ 60,000. وطبعا إحنا ما عندنا حرية عشان نقدر نوثق هذه المعلومات، والرجل قافل البلد زي ما أنتم عارفين، ما في إعلام، ما في منظمات حقوق الإنسان عشان تعمل حسابات وجرد، وأنت ما تقدر تحاسب شخص ولا تقدر تمشي لمسؤول تسأله وين الإحصائيات الموجودة، ولا النظام هو قادر أصلا يطلع إحصائيات حقيقية. هو يبدأ يسرب هذه المعلومات من خلال أسر ضعيفة 1 2 3، والناس تعرف خلال 15 10 سنوات الأخبار بتاعت وفاة أبناء، ما تعرف الحقيقة وين موجودة. هل النظام قادر؟ الناس في المقاومة الإريترية الآن عليها جهد كبير جدا جدا. افترض هي الآن تطالب بكشف بأسماء عدد الشهداء في هذه الحرب، الشهداء لأنهم مقرر بهم. أنت في ظروف أنت لما تكون مجبر يعني تخوض حرب، يعني ربنا يتقبلك، يعني مش بتخوض حرب من أجل أنت عندك قناعات فيها، يعني زي اللي حصل. يعني أنا أقول لك شيء بسيط جدا. يعني أنت لما تشيل شخص عمره 70 سنة 60 سنة، رجل ضعيف الجسد، عنده مسؤوليات، وهو حتى حركته ضعيفة جدا جدا، ما عنده فكرة عن العمل المسلح والتدريب بتاع، ما عنده سلاح، هذه جبرية. فأنا أعتقد أنه المقاومة الإريترية الآن مطلوب منها جهد مقدر، وإنها تقوم بعمل ندوات ومؤتمرات تطالب فيها بمعرفة
مصير هؤلاء الشباب. والسؤال الجوهري: لماذا دخلنا هذه الحرب؟ لماذا يعني نحن ليش دخلنا الحرب هذه؟ ايش الفائدة اللي حيجنيها الشعب الإريتري؟ ايش الفائدة اللي حتجنيها إريتريا من دخولها في هذه الحرب؟ الحين أثيوبيا قاعد تلملم جراحة وحتدخل في نهضة وتنمية، وحيرجع أولادهم يدرسوا، وحيكون عندهم مستشفيات وعندهم أسواق حرة يتسوقوا فيها وعندهم دستور وعندهم قانون. إحنا إيش جنينا من الحرب هذه؟ سؤال، إحنا إيش جنينا من الحرب هذه؟ مناشدة ثانية بأنه الناس بعد كده مفترض أنها تشتغل يعني بشكل جاد عشان تغير هذا النظام. النظام هذا أصبح فعلا نظام مزعج جدا جدا. بالتأكيد هو مزعج من فترة طويلة بالنسبة لشعبنا، ولكن أعتقد أنه حتى المجتمع الدولي الآن قدر يفهم الصورة النمطية السيئة لهذا النظام من خلال السلوكيات اللي قاعد يمارسها رأس النظام في أريتريا. وأتمنى أنه الناس تجتهد في الداخل وفي الخارج بأنها تعمل بشكل موحد وشكل جادي، على أساس أنها تساهم في عملية التغيير وعملية إعادة تفعيل الدستور وإعادة البرلمان إلى إريتريا عشان الناس تلحق البلد من الانزلاق في إشكاليات في المستقبل. ما أعتقد أنه الآن في شك بأنه نحن وصلنا مرحلة يعني نحتاج فيها أنه نحن نغير الأسلوب بتاعنا في التعاطي مع القضية دي. وأتمنى أنه الناس في هذه السنة وفي بداية هذه السنة يكون عندها مشاريع كبيرة جدا جدا حول هذا الأمر، عملية تغيير النظام وعملية العمل الموحد والكتل اللي ممكن تحقق أهدافها اتجاه التغيير. وشاكر لكم هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمرح ويكلم سبقا كيما قريحا بتطلع كافل أسل قداميان بدير طان حق من أسل بشتات فانجاقار عطف بقل قبو ودراشة قوت إلا نبر مثل يمرح ويتلي أنا حيث للبل إبهم الليلة جيس بقلالي تقبل يمرح ويتلي حايست لوديتو مدي فارق ويلعاري بعالدومتي الحلب ودي صوبوت يواري لنا ينقبوتا يتمساوي تعدي كدنا نتبس وحتى يناوكي حنا وفاقت عنا وعد كمتا كنت تهيدي يمرح ويتلي أسك مدولتو تعالى يوغ النمبر حيد إن نقبب وحيد إن نتعاير قوماتو ماتممو لسفشوا وقندر وحنا ما قرح سألنا مسو فجنة فانطر يمرح ويتلي اللي لوه الأتحام ولوه اللي منقبب وطن قريم من تحقل نتبدى وتعرب حكي ويد قوماتو سنيتي لا تقارب كنجا فتح قبانا لقد والوال قرب يمرح ويتلي مدول سنيت الحسب يمرح ويتلي آبي سبق كيما كرهم بططرا كافل مثل قداميان بدير سانحت من أسل فشتات وفنجاقار عطكف بقل قبب ودراشة قوتي لنبر مثل يمرح ويتلي أنا حيث للبل حايست لوديتو عدل تبقل ابهم الليلة جيس قلالي تقبل ابهم الليلة جيس قلالي
ثبتكم مسؤولين هدد أفياتيتين سنين دي بتكلتا حلم قبت وتمنين سنين دي بتكلتا حلم قبت وتمنين لا ما حلم للتفكير ناينا من كل وقت ناينا من كل وقت زي بني ذكرك عينا ودع علي قال كيدانا لنا زي سع زي بني ودع علي جقنا بس انا يفرتو بدلم صغري فيو لا وسعات حتو رعديتي خلونا شفت بيتو فعبتن آتي وخمزة زراقتو ودعالي جغنانا وثلو وعبتني تغال خمزة زراقتو ما فورتو جيلي أمرح وين تانكي راديو خزار بات لسانا يحكي أي حمد وشت مع بعدكي عندي بيه ولا انك تحزن كتبكي أي حمد وشت مع بعدكي كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي ذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي عزنت ملكاكو اتم زفولتها نايلم زي كوني ناي قدم سريخة جقنا ودي هزبي كبروي نعاها نحرنا الشمعة داق ما يزولعها نحرنا الشمعة داق ما يزولعها جقنا ودي هزبي كبروي معها أتنكي لا تزي مصحفو نفتح موبيتو قدمنا حاليفو تاريخ خصف كل وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي تاريخ خصف كل وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي ودعالن بساب وسرعتكي بتبعدي بكاز زارب حكي رئيس مادني كايم بعصيك ميكي يا كرا انا يم سري ام كتلكي رئيس مادني كايم بعصيك ميكي يا كرا انا يم سري ام كتلكي كذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي حنيكا زرب قيم وبقالتا بهايم هاتم ورحمة ملعته زي السعداني الثاني وتاريخ زانتا شمعة واللي عخيانا يفتح حالتا شمعة واللي عخيانا يفتح حالتا زي السعداني الثاني وتاريخ زانتا تذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي تذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي أجوكم مقربون مسخاوين كسين
تاريخ كابتعو كابتعف نابتعف علم مقابر كايقون شخاصة لملم جيتا يقبل كاب سفرة زلا علم جيتا يقبل كاب سفرة زلا علم مقابر كايقون شخاصة لملم ذكرك هنا ودي علي الكيران لنا درس عزيبلي ذكرك هنا ودي علي الكيران لنا درس عزيبلي ودي علي جقنا ما بس انا يفرتو بدون سقريب قيوم ما يسعد حتو رعديتي خلو ما شفت بيتو فحبتن آتي وخمزة زراقيتو فحبتن آتي وخمزة زراقيتو رعديتي خلو ما شفت بيتو ذكرك عينا ودي علي الكيدان عندنا زي ساعة زي بلي نابورت ديني أمرح وين تانكي راديو خزاري بانت لسان حاكي أيو حمد وشد مع تعتكي أدي يبلان كتحازن كتبكي أي حمد وشد مع تعتكي أدي يبلان كتحازن كتبكي أزنت من كافو تنزفول تغا نايلة مزيك ونينا كدم سريخة جقنا ود حزبي كبروي نعاخا نحرنا الشمعة داق ما يوزول لعخا نحرنا الشمعة داق ما يزول لعخا جقنا ود حزبي كبروي نعاخا كذكرك عينا ودي علي الكيدان لنا زي ساعة زي بلي أنتم كيلاتات زي مسحفو نفتح موقيتوس كرمينا حاليفو تاريخ غنعف عيكون من عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي تاريخ غنعف عيكون من عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي ودعالي مسا أبو سرعتكي بتبعد يبقى زرب كحاكي رئيس مادين كايم محلتك ميكي أكار أنا يمسري أمكي تلكي أكار أنا يمسري أمكي تلكي رئيس مادين كايم محلتك ميكي حاني كذر كايم ومخالطة دهايم تبيا ورحمة ملعتا درس عدن فن وتاريخ زانتا شمعة واللي خيانا يفتح حال حالتا شمعة واللي قيا فتح حال حالتا درس عدن يفكر وتاريخ زانتا ذكرك عينا ودي علي الكيدان عدنا درس عزيبلي أجوكم مغربون السخاوين كسن تاريخ كابتعو كابتعف نابتعف علم مقابر كايقون شقاسة لملم جيتا يقبل كاسفرا زلا علم جيتا يقبل كاسفرا زلا علم مقابر كايقون شقاسة لملم ذكرك عينا ودي علي الكيدان عندنا درس عزيبلي ذكرك عينا ودي علي الكيدان عندنا درس عزيبلي هاي تمت تنسيتنا نا يوم برنامجنا قلناتمم أخبار إقلت قمقلكم السلام عليكم حيث ما تنسيت كرنس ايوب يوم 6 يناير سنة كل 2013 اليوم لدى الأخبار قلق لكم كسلف فرس أخبار أريتريا اكسجين صحفيين مثل أوليات دول ترتبت التلاليم
شعب إريتريا 3 سنوات من حروب بلاشكم خدمات شرحام لاوير أخبار تمتناكم تفاصيل تلا أقولكم أريتريا بساجنوا الصحفيين السك إلا دول الشرق أفريقيا مرح كمليات مؤسسات مراسلين بلا حدود حبرتم أسك الله عشر الصحفي زياد أسرى السنة إن تقطفوا سجناكم اللو عند أشرات مؤسسات مراسلين بلا حدود اسم حالة ودي بآياكم اللو لقبت تقبأ كده تحبركم على بوم طولة تتعقبم أفريقيا أسك سنة كلا ألف وأسرى وكلا عامة مساوس الصحفي سجناكم اللو عند أشرات مراسلين بلا حدود من اللوم أسرى وروتة مصر وأسر سيس دي بإريتريا سجناكم اللو لتأمرم وفي الشرق أفريقيا لبز حاسجين صحفيين لترى التباكات كمتم أريتريا توبيا ورواندا من الناس سلف لترتب الدول قابعت الأيام مثل حرب عهد توبيا سجين صحفيين عند زي متك معلم المحكمات عندك أربعة ولكن سبب شكوتهم وفرضهم سمعكم على لتأمر حشم شعبيات لكن إجل زياد أسرى السنة ساجنهم لهلا الصحفيين اتمكم سجنوا واتمحكمات قدومامكم يكون الزنزانات ربركم اللو ودي بعلم لبزها وقت للسجنوا صحفيينكم توم عند الشرح تانحتم حشم شعبيات لأنبل زنب ساجنوم لهلا أسروتات الصحفيين إقلا دي بحرس صحافرت لهلا ألو منال الأكد تتقبيم أمنست انترناشنال منظمة حقوق الإنسان صحفيين بلا حدود لجنة دحن صحفيين وبعدات مؤسسات ومحابر علم كل سنة لنا الشور تغرير حر الصحافات لالت عداوة دول اند بلايا اقل حشم شعبي السلف رتباهم وطن عمر اللينا اند بيلو حيلة ومستقبل إريتريين أم بالمقابل لتنفعله اللو جريمتكم تو إيماتات حبروهم اللي قل زياد 3 سنوات ترى الشعب إريتريا كروي لهلا الظلم مسمسا برنامجات عمار إقل الشعب اتعبودية إقل تأمبرون بحشم شعبية تحبك لها خينات حشم شعبية عمار هلينا دبيلان حيلة مستقبل الشعب اتمقابل اللي تركم منه أشكال لبديكم هلا لتهدقم اللي مستقبل شباب لأسأل متى وبعمر لتقدموا أبش وأمات لي محكا فاشل برنامج عمار شعب تاي هلا ميكون للتبل وتعبودية لنا بركمتون دا الشروع عماتات للشقة وللو برنامجات آلاف تقبو الشعب كبدت منبرة لحالفكم اللام واللي للشكل هلا برنامجات يقل أهداف سياسة حشم شعبيات من يقبيل مصلحة الشعب ووطن لخدمكم يكون لتأمرم زياد 3 سنوات أم بالمقابل كعيت للي تحيلة إريتريين مثل لا شعب لحالف فلهلا كبدت منبرة دول تتريم حشم شعبية تقل شعب إريتريا عبودية فاردتكم هلا لا رأيتو اطلبلو عماتات أكدون حيثم متابعين كرين سيوب يقول يوم دولي على أخبار دي بالله تامم هلام حيثم التنسيق كرين سيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متحكمتو أسكو دحن اسمنو